ورحمة الله وبركاته. اللي نبعوا يقاتلوا على عرفات الصوفي وعلى أديب الصوفي، وذاك عرفات الصوفي خارج شافوا أمس وقبل أمس. أديب الصوفي والغطاء على الشلات سرق. موضوعنا حماد أحمد جابر لما راح لبيت الحميدي على أساس إنه يقوم يتهبش لك على القطاع الغيار، حصلوا واحد من المتحوثين والله اثنين هم سفله، شبحوا انه عرفوا انه هذا هو قاتل وسارق، سارق عليه حكم اعدام وهارب. مسكوه لليل، اجا اخو حماد احمد جابر اجا يضرب رصاص على بيت الحميدي على المكالف، يفجع المكالف الامهات. يتخيل هي امك هي اختك اللي جاي يضرب عليها رصاص يفجعهم. خرجوا اخي والله العظيم بحرق لكم البيت. بعد ساعه خرج اخوه حماد احمد جابر، قال فلتوني الحوثاء دفعت 70,000 واثنين تلفونات ايفون. اسمعوا على سرق، اسلوب سرق، ما هو اسلوب هذا المقاومين. احترامي للشرفاء المقاومه السلفيين وابناء الحجريه والجبهه الثانيه محترمين هنا فوق راسي، ما هو لهم سرق. صدع النبي. واثنين ايفون مدري ايش وسرقوني ودفعوها بيت الحميدي. شوفوا على طريقه سرق ونهب جماعه تهباش. هذا احنا عارفين الطريقه الاخ الثانيه عرفت الصوفي دخل ورشه لما خرج السياره الحبه الذي بتدافعوا سياره حبه، راح سحبها. بايش سحبها؟ بهيلوكس 2014. الهيلوكس 2014 هذه حق اديب الصوفي. اذا اديب الصوفي معه علم ومعه خبر انه الاستاذ عرفات سارق. تعذر الاستاذ عرفات على اساس انه هذه حق واحد حوثي وملك الدولة، ضروري تكون في رعاية الدولة. من هم الدولة؟ الدولة عرفت الصوفي، رزق التعكري، أديب الصوفي، علي فاصوليا، عيال جابر. الدولة شوفوا على دولة معانا جديدة، شوفوا على دولة معانا مجموعة سرق. هذهم ما تنفسوش زي الناس، قد بينهبوا عباد الله سرا وعلانية. هذا لا، الدولة سحبوا السيارة. اليوم الثاني يرجع لهم يوم الجمعة بيقول لهم يا جماعة الخير، بيهدد يا تدفعوا 250,000. هذا عرفت الصوفي، يا اما تجيبوا لي اثبت ماكينه. راحوا معه وقال لهم معكم الى الساعه 10 يوم الجمعه. راحوا اليوم الثاني قالوا طيب خلاص. راحوا اليوم الثاني من شارع المغتربين عرفات الصوفي واحد من بيت الحميدي والمهندس. راحوا وايش عملوا؟ اشتروا ماكينه. وهذا الام تدحن لا يقتلوا واحد من عيالها. طبعا الخبر اللي جاب لي من داخل المقاومه الذي هم شله اديب الصوفي صلى على النبي. وقريبا بنجيب لكم مسلسل اديب الصوفي والاحداثيات اللي بيجيبها للحوثات. هذا الانسان المحترم. طبعا يا جماعه الخير طلعت لنا تنظيم القاعده داخل تعز، انتم مش دارين تنظيم القاعده قد في شويه سرق انسبوا نفسهم تنظيم القاعده. خبر خلي الله بيطلع. اهم حاجه قولوا بكره بعد بكره هذا بيخدم عفاش. انا ما بنخدمش عفاش، لعنه الله عليه اللي بيخدم عفاش، ولعنه الله عليه الذي هو عفاش، ولعنه الله عليه الذي حوثي، ولعنه الله عليه الذي دافع على السرق. هذا كلامي. اهم حاجه الجماعه راحوا اشتروا السبيد تخلصوا منه. بعدها رجع عرفت الصوفي قام تهبش لك بال 12/7 يتهبش لك قفاز الشيء بالطق تهبش بزلك على واحد من الحميدي اللي بيحرس المحلات. اخذ السلاح بالقوه وراحوا باعوا واصطرفوه. طبعا الشيء خزنوا بغات بقمه ابو 13 14 اشتوا حبوب، اشتوا حطوهم من رصيد منان، اشتوا الجماعه يعيشوا حياتهم. تجار حروب ما شاء الله عليهم. على من؟ على اكناف وعلى اكتاف اصحاب تعز الفقراء المساكين. تخيل لما اجي انا اوثق بك انسان بتقاتل لي بالنهايه تنهبني. والله ما قد شفت في حياتي سرق ساعة ما هذا السرق سارق ومبهلل ويقتلك. والمشكله عاملين رعب داخل تعز، عاملين رعب لبعض الاماكن. والله العظيم انهم عاملين رعب ما بيش بنردعهم، لا شيخ يردعهم ولا صادق سرحان يردعهم ولا المخلاف يردعهم ولا اي واحد يردعهم. قولوا لي لا متى قولوا لي لا متى. كيف تشتوا تبنوا دولة العدالة على اكتاف شوية سرق متهبشين؟ كيف؟ قولوا لي كيف؟ وانا بنقول سنة كاملة احنا محاصرين، اصحاب تعز محاصرين من الحوثي ومن داخل، من عصابات حصلوا بيئة خصبة للنهب والسرق. الفيديو اللي باقي على تنظيم القاعدة وعلى فضايح أديب الصوفي. وصبرا يا قرح راسي يا قرح راسكم، واحد من اثنين. حق الله يقال علي وعليكم وعلى أكبر طاغية. السلام عليكم.